من أكبر الغلطات اللي الرجالة بيقعوا فيها وهم بيحاولوا يجذبوا البنات إنهم بيفكروا بالمنطق بتاعهم مش بمنطق البنات. بيبصوا للموضوع من منظورهم مش من منظور هي بتحب إيه فعلا. سؤال بيتكرر كتير: إزاي في بنات بتتجنن على الرجال الطوال والعضلات وفي بنات تانية بيحبوا شباب رقيقين وهادئين زي أعضاء BTS؟ وإزاي ساعات تلاقي واحدة جميلة جدا مع شاب بشكله عادي جدا؟ الحقيقة هي إن انجذاب البنات أعقد بكتير من اللي الرجالة متخيلينه. بدل ما تقعد تحلل وتدور على وصفة سحرية، تعال نشوف إيه اللي فعلا بيهم وإيه الفرق بين اللي البنات فعلا بيحبوه واللي الرجالة فاكرين إنهم بيحبوه. يلا نبدأ خطوة بخطوة. واحد، البنات بتحب الحكاية. الموضوع مش شكل وبس، اللي بتلبسه، تسريحة شعرك، طريقتك في المشي، نظراتك، كل ده بيحكي حكاية، والبنات بتلقط التفاصيل دي. عشان كده الروائيين والمغنيين والفنانين ليهم جاذبية مختلفة. كل مرة بتخرج فيها انت بتبعت رسالة عن نفسك سواء واخد بالك او لا. اثنين، الشكل مهم بس مش كل حاجة. البنات بتحب الرجال الجذابين، خط الفك الحلو، جسم رياضي، ملامح راكبة، بس الأذواق مختلفة. في اللي بتحب الرجولة الجامدة زي كريس هيمسورث، وفي اللي بتحب الملامح الهادية زي زين مالك. يعني لو مش النوع المثالي بالنسبة لوحدة، ده مش معناه انك برا اللعبة خالص. ثلاثة، مش لازم تبقى طويل وغني وعضلات علشان تبقى جذاب. أكيد الفلوس والجسم بيفرقوا، بس الموضوع نسبي. أغلب البنات عايزة واحد أطول منها، بيكسب أكتر منها بشوية، وحاسس بالثقة في نفسه. التركيز على الشكل بس ده تفكير ضيق. البنات بيهتموا بالضحك، الكاريزما، الطيبة، وإزاي بتحسسهم. أربعة، الجاذبية عند البنات بتكبر مع الوقت، مش زي الرجالة اللي ممكن يعجبوا بواحدة من أول نظرة. البنات ممكن تبدأ تشوفك عادي، وبعد ما تتعرف عليك تشوفك جامد جدا. ثقتك بنفسك، تصرفاتك، وطريقتك في الكلام ممكن ترفعك في نظرها 100 درجة. خمسة، خليك في دائرتك مش في دائرة الكل. مش لازم تعجب كل البنات، خليك النسخة الأفضل من نفسك، وهتجذب الناس اللي عندهم نفس اهتماماتك. تحب الجيم؟ هتلاقي بنت بتحب الرياضة. مهتم بالفن؟ هتلاقي اللي بتحب الإبداع زيك. ستة، البنات بتحب الشاب اللطيف بس مش اللي ملوش شخصية. اللطافة مش معناها انك تبقى ضعيف او دايما بتجري ورا اهتمامها. اللطيف اللي واثق من نفسه، بيعرف يقول لا وواقف على رجله. عشان كده البنات اوقات بتحب الولد الوحش لانه مش بينداس عليه وعنده حضور. وفي الاخر بطل تقارن نفسك بمعايير خيالية. متحاولش تغير نفسك علشان تعجب حد. البنات بتحب الراجل الاصيل اللي واثق في نفسه وعارف قيمته. افهم الموضوع من منظورهم وركز تكون النسخة الصادقة والأحسن من نفسك.